في رسالة واضحة من فكرة إنه السيدة خديجة وأبو طالب الاتنين توفوا مع بعض في وقت قصير جدا. هو أكيد دي رسالة لسيدنا النبي ولينا كلنا، إن إحنا نتعلق بالمسبب وليس السبب لما بيمشي بيجي غيره. أكيد إحنا بشر ومفيش حد فينا قاعد إلى ما لا نهاية، كلنا هنموت. فلنتعلق بقى دايما كلنا بالمسبب بس، ونستغنى بيه عن الدنيا كلها، فساعتها الدنيا كلها هتجيلنا تحت رجلينا وفي الوقت اللي عايزه ربنا واحنا راضيين. وهو ده اللي حصل وبيحصل معايا ومعاك ومع كل الناس، لو بس ركزنا في ان احنا نتعلق بربنا بس، ما يبقاش املنا في فلان اللي هيساعدني في المذاكرة فهجيب النمرة الفظيعة الرهيبة. لا، طب ما انا قبل اي حاجة ادعي ربنا واعمل اللي عليا واجتهد زي ما ربنا قال والذين جاهدوا فينا، ففي الاخر ان شاء الله ربنا هيرضيني. ناس كتيرة بتبقى شايفة ان هو الامل عند الدكتور ده او عند البلد دي او عند القانون ده، بس ده مش حقيقي. ربنا هو مدبر الكون كله، لكن احنا بنلتهي عنه بالاسباب.